تمر العلاقات المغربية التونسية بمرحلة غير مسبوقة من الجمود والتوتر، وذلك في ظل غياب سفير المغرب في تونس منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي يعتبره العديد من المراقبين مؤشراً واضحاً على استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وقد جاء تعيين حسن طارق السفير السابق للمملكة في تونس على رأس مؤسسة وسيط المملكة ليعزز التكهنات بشأن استبعاد عودته إلى منصبه، مما يعكس مدى تعقد العلاقة بين الرباط وتونس. لم تكن العلاقات بين البلدين دائماً على هذا النحو، حيث كانت تونس تعرف تقليدياً بموقفها الحيادي في القضايا المغاربية، وخاصة فيما يتعلق بالخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء المغربية، غير أن هذا الحياد بدأ يتلاشى منذ وصول الرئيس التونسي قيس سعيد إلى السلطة، وتزايد التقارب بين تونس والجزائر مما أثار حفيظة الرباط. وقد بلغ التوتر ذروته عندما قام الرئيس التونسي في أغسطس 2022 باستقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي استقبالاً رسمياً خلال قمة التيكاد التي احتضنتها تونس. هذا الموقف اعتبره المغرب تجاوزاً خطيراً لخطوطه الحمراء واستفزازاً غير مبرر، خاصة أنه جاء في وقت كانت فيه العلاقات بين الرباط والجزائر تعيش توتراً حاداً أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين. في ظل هذا التصعيد اتخذ المغرب موقفاً حازماً تجاه تونس، حيث قرر عدم تعيين سفير جديد خلفاً لحسن طارق، وهو قرار يعكس رسالة واضحة مفادها أن الرباط لن تستعجل إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها ما لم تقدم تونس إشارات إيجابية توحي بتغيير موقفها من القضايا التي تهم المغرب. كما تجلى التوتر الدبلوماسي في عدم إرسال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال تونس 20 مارس في خطوة غير معتادة، إذ دأب المغرب على تقديم مثل هذه التهاني سنوياً. هذا التجاهل اعتبر مؤشراً إضافياً على أن العلاقات بين البلدين ليست في أحسن أحوالها، وأن الرباط لم تعد ترى فائدة في التعامل مع تونس وفقاً للأساليب الدبلوماسية التقليدية. رأى العديد من المراقبين أن المغرب يتبنى نهجاً قائماً على الانتظار الاستراتيجي، بمعنى أنه يراقب التطورات في تونس دون التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر. وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي هشام معتضد إن غياب السفير المغربي عن تونس ليس مجرد مسألة دبلوماسية تقنية، بل هو جزء من قراءة استراتيجية أشمل للمشهد السياسي المغاربي، ويوضح أن المغرب يعتمد سياسة خارجية قائمة على الوضوح والندية، وبالتالي فإن إعادة العلاقات إلى طبيعتها مرهونة بتغيير حقيقي في موقف تونس الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع الجزائر. وأضاف أن الرباط تنظر بعين الريبة إلى تقارب تونس مع الجزائر، خاصة أن الأخيرة أصبحت أكثر انخراطاً في السياسة الداخلية التونسية، وهو ما قد يفسر الحذر المغربي من استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي. لم يقتصر تأثير الأزمة على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتد ليشمل العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. فتونس كانت لسنوات طويلة شريكاً تجارياً مهماً للمغرب، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والتبادل الأكاديمي، إلا أن هذه العلاقات شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة، وهو ما قد يؤثر سلباً على البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي خالد شيات أن التوتر بين المغرب وتونس أثر على التعاون الاقتصادي، وجعل العلاقات بين البلدين في حالة ركود غير مسبوقة، وأوضح أن تونس بحاجة إلى علاقات متوازنة مع جميع الدول المغاربية، وأن انحيازها الواضح نحو الجزائر قد يكلفها خسائر اقتصادية ودبلوماسية على المدى الطويل. على الرغم من الجمود الذي يطبع العلاقات المغربية التونسية، فإن العديد من المراقبين يرون أن هناك فرصة لإعادة بناء العلاقات، شرط أن تتبنى تونس موقفاً أكثر توازناً، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تعتبرها الرباط قضية سيادية غير قابلة للمساومة. ويرى بعض الخبراء أن التحولات الداخلية في تونس قد تؤثر على مستقبل العلاقات مع المغرب، خاصة إذا شهدت تونس تغيرات سياسية قد تؤدي إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية. يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ تونس خطوات ملموسة لإعادة العلاقات مع المغرب إلى مسارها الطبيعي، أم أن الجمود سيظل سيد الموقف؟ يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال ستتوقف على مدى قدرة تونس على استعادة استقلالية قرارها السياسي بعيداً عن الضغوط الإقليمية.
وعلى استعدادها لإعادة التوازن إلى سياستها الخارجية. وحتى ذلك الحين يظل المغرب متمسكاً بنهجه الحذر، منتظراً تطورات قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن العلاقات المغربية التونسية ستعود إلى طبيعتها قريباً؟ أم أن الأزمة ستستمر لفترة أطول؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.